مرحبا، يسعد صباحكم ومساكم. فيديو اليوم راح نحضر مع بعض الهمبرجر. بتمنى ان الفيديو يعجبكم. اذا كنتوا اول مرة عم تتابعوني لا تنسوا تدعموني بالاشتراك بقناتي وتحطوا لي لايك للفيديو وكمان تشاركوا الفيديو مع رفقاتكم. خلونا نشوف مع بعض طريقة التحضير وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بالنسبة للحمة في عندي هون كيلو لحمة، عم استعمل لحمة الخروف. طبعا فيكم تستعملوا اما لحمة الخروف او لحمة العجل او كمان لحمة الفروج. بالنسبة للبهارات حطيت نص معلقة فلفل اسود ونص معلقة فلفل ابيض، معلقة طبعا معالق صغار، معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة توم بودرة. كمان حطيت ملح، الملح طبعا حسب الرغبة. هلا هون بدي اضيف عليهم معلقتين كبار بقسماط، وبعدين بدي ادعك اللحمة مع البهارات والبقسماط، وبعدين بتكون عندي جاهزة حتى اني شكلها. وفيكم بدل البقسماط تحطوا معلقتين سميد ناعم. هيك عندي اللحمة صارت جاهزة. بالنسبة لهي كمية اللحمة أنا راح أعمل منها 8 قطع همبرجر أو 8 قطع لحمة. هلا هون عندي قالب الهمبرجر، حطيت فيه ورقة الزبدة، قسمت أو قصيت ورق الزبدة على شكل مربعات، حطيت وحدة من تحت ووحدة من فوق حتى ما تلزق اللحمة بالقالب. مثل ما قلت لكم بالنسبة لسماكة اللحمة حسب الرغبة. هيك عندي قطعة اللحمة صارت جاهزة. رح اترك ورقة الزبدة تحتها، وكمان رح احط فوقها ورقة زبدة حتى احط قطع اللحمة التانية فوقها وما يلزقوا ببعض. هيك عندي اللحمة صارت جاهزة، طلعت عندي 8 قطع. بالنسبة للصاج اللي بدي اقلي عليه اللحمة انا عندي يا تيفال، يفضل انه يكون تيفال. حميته قبل بوقت على النار، بعدين نزلت فوقه اللحمة. بس من اخدت وش اللحمة من اول طرف، يعني محل ما حطيتها بدي اقلبها على الطرف التاني. ما حطيت ابدا لا زيت ولا سمنة، مثل ما شفتوا بس حطيت اللحمة. النار اول شي كانت كتير عالية، بعدين هديت النار للوسط. هلا هون حطيت بصل حتى ياخد من دهن اللحمة ويستوي. وكمان بعد ما تقريبا يعني بعد تقريبا دقيقتين او 3 بعد ما قلبت اللحمة، هلا هون نزلت فوقها الجبنة، جبنة تشيدر. كمان بستنى شوي لحتى تستوي اللحمة على الأخير وتذوب الجبنة. كمان البصل رجعت قلبته حتى يستوي من الطرف الثاني. هيك عندي اللحمة صارت جاهزة. بدي ارفع اللحمة وارفع البصل، وبعدين بدي احط خبز البرجر حتى ياخد من دهن اللحمة. طبعا لحمة الهمبرجر لازم تكون مدهنة، يعني تقريبا تلتين بتلت، يعني تلتين لحمة وتلت دهنة. هلا في حال ما كانت مدهنة فيكم تحطوا وقت اللي بدكم تقلوا اللحمة تحطوا زيت أو سمنة، أو ممكن مع اللحمة تحطوا زيت وسمنة. بالنسبة للصوص اللي بدي ادهن فيه خبزة البرجر، حطيت مايونيز. حطيت تقريبا 5 معالق كبار مايونيز ومعلقتين كبار من الكاتشب. حطيت خل وملح، يعني مقدار معلقة كبيرة خل ونص معلقة صغيرة ملح. بالنسبة لتطبيق خبزة البرجر دهنتها بالصوص اللي جهزته، وكمان حطيت اللحمة، بعدين حطيت بندورة ومخلل خيار وخس، وحطيت خبزة البرجر التانية. فيكم تحطوا اي شي تاني انتو بتحبوه. كمان حطيت البصل. هيك عندي خبزة البرجر صارت جاهزة. هاد كان الفيديو لليوم، بتمنى ان يكون عجبكم. واذا عجبكم لا تنسوا تدعموني بالاشتراك بقناتي وتحطوا لي لايك للفيديو، وانتظروني في فيديو جديد. باي باي.